ده السؤال بقى يا كابتن بقى، انت السوشيال ميديا لو كانت موجوده وقتها كان ناس كتيره تخاف تاخد قرارات ضد نجوم. يعني نادي الزمالك متهيألي كان ما ليهم كانوش الفرش. عملوا الكلام ده فعلا. عمرهم. ايوه، لان كانوا بيترعبوا من الجماهير كانت بتلعبنا عافيه. يعني لو كان في فيسبوك وقتها ما كنتش مشيت من نادي الزمالك، لا كنت بطلت في نادي خالص. الزمالك. اه طبعا، طبعا. مم. ولكن هم كان الموضوع قناه اولى وقناه تانية. اه لا، و- كل دي فين رقم وفين بقى، واحد. بالظبط. اخبار واهرام وجمهوريه والمسا، مش هو ده اللي كان موجود ساعتها؟ صح. بس فحتى الناس بعد ما انا مضيت للنادي الاهلي بداوا يجوا يعملوا معاك احاديث. مم. انت واخد بالك؟ طب بعد بقى خلاص مجال الزمالك طبعا عملت شرخ كبير، وانت زعلت طبعا من الكلام ده. زعلت وقلت مش داخل نادي الزمالك تاني. مم. واقول لك على مفاجاه، ايوه. اتصلوا بيا وكانوا ودوني الرجل اعمال هيديني 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه وقتها؟ ايوه لا يا كابتن، 5 مليون جنيه؟ انت بتقول لي 25,000، لا خليهم 35,000، هم لا بقى خليهم لما 50,000. لما رحت النادي الاهلي ومضيت، هم بعتوا واحد اسمه يعني السراج، اه. كان في مصر الجديده. واخد بالك؟ ايوه. ولو عايزني هخلي حافظ صاحبي اللي راح هو واخويا. لا انا لا، بسمع. هو اللي شاف الكلام ده، وراهم عقد عربيه بي ام موديل 93، لان احنا كنا في سنه اه. 93. وراهم عقد شاليه في الساحل الشمالي، وراهم عقد شقه على النيل، و5 مليون عشان ما اروحش الاهلي. لو انا مادي بقى كنت عملت ايه؟ هرجع بيتي. طبعا. بس كرامتي اهم من الفلوس. وعشان كده ربك بيكرمك ليه دلوقتي؟ لانك انت اصلا ما ظلمتش نادي الزمالك ولا افتريت عليه، فربك بيجيب لك حقك اهو. مم. واخد بالك؟